فيديو النهاردة عن الواد الكيوتة ده. معرفش جايب تقريبا معدة حيوان، اكيد ده مش جاموسة، ده حيوان اكبر يعني. بس يا عيني وبيفتحها كده، معرفش قاعد لوحده في الغابات ده ولا ايه، يعني صعبان عليا. هو بيعمل شغل الصراحة اكبر من سنه. هو بقى بيعمل ايه؟ بينظف الامعاء دي علشان يطلع الكرشة. حلو الكلام ده. حلو. انت بقى قاعد لوحدك ليه كده في الغابة؟ ده سؤال. تاني سؤال، هتقدر تعمل كل ده لوحدك يعني؟ حجم المعدة كبير جدا، عايز يعني عايز حد كبير. يعني ربنا يديه الصحة والله، بس فين مامته يعني وباباه؟ مش عارفة. ما علينا. هو دلوقتي بيحاول طبعا. ماسك السكينة ده خطر على الأطفال اللي في سنه. يعني لو في حد بيتفرج سنه صغير، الماسك السكينة ده خطر، محدش يقلده. تمام. هو دلوقتي بينظف الكرشة بعد ما شال منها القرف وكده. وبيحاول بقى ان هو يفضي برضو التانية. على فكرة ده برضو بيستخدموه سماد للأرض، بس هما ليهم طريقة معينة كده. بس يا عيني بقى يعني وشغال لوحده بقى، يا عيني والله صعبان عليا. وشوية الفراخ دول حواليه، معرفش بقى برضو عامل فيهم ايه ولا ايه، هنشوف دلوقتي. هو المهم يعني بيشتغل عمل شاق يعني عشان ياكل في الاخر. بس فهو كده بيغسل الكرشة بعد ما فضاها. وبيحاول هو على قد ما يقدر، بس هو يعني مش منضفها على قد كده يعني. وهو جايبين برضو الموز عندهم ما شاء الله حلو اهو، بس لسه اخضر يعني لسه عايز يستوي. وهم بقى عمال بقى ينضف يا عيني ولوحده، ويرش تقريبا ملح ده ولا ايه، ولا ده صابون سائل ده ولا ايه؟ ده صابون سائل واريال ده ولا ايه؟ نهار ازرق. بتعمل ايه يا ولا؟ المهم هيقوم مصبن البتاع ده. انت سنتك زرقاء هيجيلكم تسمم والله. اهو بشوفوا اريال. ده اريال ده ولا اريال ده بيرغي. والله العظيم. انت بتغسل الكرشه بالاريال؟ مش عارفه والله، هياكلوه هو في الاخر هياكلوه يعني. بس مش عارفه انتوا فعلا بتعملوا كده يعني؟ في حد بينضف الكرشه بالاريال؟ بجد غريبه بقى، انا اول مره اشوفها يعني. بس بقى ينضف فيها ويغسل فيها تاني وتالت، بس هو برضه يعني عشان ايديه صغننه، فمش قادر ينضف التنظيف اللي هو بيلمع يعني. برضو بيعمل على قده، عيل صغير، طفل يا جماعة اللي قده دلوقتي في هنا عندنا في مصر يعني ما بيعرفوش يعملوا اي حاجة اصلا. بس بقى فراح غسلها بقى، خدها فمين كده بالاريال بقى والاوكسي والبرسيل وظبط الدنيا. وبرضو على قده برضو، وراح جاب شوية بصل اخضر كانوا زارعينهم، وازازتين بيبسي. بيبسي بطعم التفاح ده ولا ايه. وجاب بقى جنزبيل ومفروض ان هو ايه هيطبخها ولا هينقعها. بس راح ماسكها واخدها فمين. هو بيتعامل معاها اساس ان هي هدوم على فكره، باين قوي يعني. بس راح مغطيها بقى لتاني يوم بقى، قالك تتنقع بقى في البيبسي. وراح ما ايه مظبطها كده، وهيغسلها تاني برضو كمان مرشه تاني مرشه. يعني في غسيل وفي شطيف برضو. ما شاء الله نضيف يا ولدي نضيف. بس راح بقى حاططها في الايه، برضو لسه مش نضيفه يعني. هو شقي وتعب على فكره، بس برضو لسه يعني مش قد كده. ما علينا. هو بيعمل، بصوا بيعمل ايه. يقول لك الواحد بيعمل اللي عليه. هو بيعمل اللي عليه بقى. قعد بقى يحط بقى مش عارف ايه، شوية ليمون على كاني على مالي. بيعمل بيقلد الناس الكبار. يعني الواد بيجيب مية من اخر الدنيا. يا حبة عين امك، امال فين امك اللي هي القرشانة دي؟ مش عارفة، لو شفتها كلها بسناني. شوية ملح، شوية تقريبا ده معرفش جنزبيل ده ولا ايه. يعني الحلة قد الواد 5 مرات. والله العظيم فين همك دي يا ابني والله. صعبان عليا والله العظيم. بس هما على فكرة في الصين بيعملوا كده في الأطفال، عشان برضو العيل يبقى عظمه ناشف كده ويعرف يتصرف وكده. احنا مدلعين العيال عندنا، فالعيل يكبر يطلع من الجامعة عايز يقعد على مكتب. انما عندهم بص العيال بيعملوا ايه، ما شاء الله والله. نعمة التربية فعلا. حلال فيك الجنيه يا ابني والله. حلال فيك ال2 جنيه. انتوا زارعين كل حاجة، انت ما بتستخدموش فلوس اصلا. وجاب بقى شوية بقى كانتالوب ده ولا بطاطس دي ولا ايه، ولا شمام ده ايه ده يا جماعة؟ ده انا ما اعرفش الفاكهة دي ايه، ولا ده خضار ولا ايه مش عارف. المهم قعد يقطعه. طبعا ماسكة الساطور دي غلط برضو. لو في حد بيتفرج على الفيديو سنه صغير، الحاجات دي خطر، ما تعملوش زي الواد ده. تمام كده. عشان هو تقريبا يعني متعلم او متدرب.
فانتوا ما تعملوش زيه. الحاجات دي الالات الحاده، السكاكين والسواتير، الحاجات دي الات خطر للاطفال، محدش يستخدمها. كده بقى اقطع الفلفل، اللي هو الفلفل الحار، وما شاء الله عليه يعني هو فاهم هو بيعمل ايه. وسلق بقى الكرشه، معرفش اعمل كده دي اصلا بحبهاش. سلقها وما شاء الله عليه يعني قطعها. ربنا يديك الصحه يا ابني والله، والله العظيم مش عارفه اقول لك ايه. ما علينا، ربنا يبارك لك. خلاص يلا، ربنا يحلل لك لقمتك. المهم راح قعد يقطع بقى في الكرشه كده حتت حتت على قد اسنانه الصغنونه، وبيحاول اهو جاهدا ان هو يشوف هياكل ايه النهارده. قعد شوفه، قعد من الصبح بيطبخ فيها، من الصبح طبخ بقى وقطع بقى وظبط ايه الدنيا ايه عنده. بس اطبخ البطاطس بقى اللي قطعها دي، اكيد دي بطاطس صينيه اكيد. وحط بقى شويه زيت على شويه بقى بتاع بقى وايه، وظبط الدنيا ووات ايه طباخ الشيف الماهر. وشويه الفلفل الاحمر. وايه ده، هو ايه اللي حطه ده؟ مش انا ما اعرفش، ما علينا، هو اكله خلاص. ده ايه يا ابني ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. تقريبا دي هريسه، ممكن اي ممكن. وده تقريبا توم برضو مهروس ولا ايه، حاجاتهم غريبه قوي سبحانه. بس بقى وحط بقى شويه مش عارفه ايه اصفر كده. وايه يا ابني بتعمل ايه؟ ما شاء الله على ماهر، ماهر يا جماعه. لو اتلسع دلوقتي انا ماليش دعوه، ما حسبتهوش. والمهم نزل بالكرشه بقى اللي هو يعني شقيان فيها من الصبح، وقعد بقى ينزل بالباقي بقى. والله يا ابن حلال فيك الربايه والله. وما شاء الله حط الاناناس ده ولا البطاطس وشويه ميه. برضو بيجيب الميه من اخر الدنيا، من شبين بيجيبها. بس كده وظبط الدنيا، واكيد هيسيبها بقى تستوي ويقعد ياكل بقى. نشوف فين اهله دول، شوف لك اهلك فين عشان نحاسبن فيهم شويه. اكيد بقى بص بقى يحط حطب ما شاء الله عليه، فاهم يعني. بس كده الدنيا كده تستوي اهي. وراح حط تقريبا ده لبن جوز هند، لان هو مش بيستخدموا لبن البقر. وبس البطاطس اهي، بطاطس بالكرشه زي الفل. ويعني حاجه ما شاء الله. افتح محل بقى وبيع يا حبيبي عادي. وشويه الفلفل بقى اللي قطعهم في الاول خالص. وماسك بقى الطبق ما شاء الله بيغرف. معلم، معلم يا ابني والله. والله انت تقف على عربيه كشري تبقى زي العسل والله، تجيب فلوس قد كده. قشطة عليك والله. وسايب حبه بقى على جنب. هي ايه ده؟ مين الايد دي؟ هي دي امك دي ولا ايه؟ نهار ازرق. فين الوليه دي؟ كل يا حبيبي كل بها يا بنت اللذينه. شوفوا الوليه بتحش ازاي. يعني انا مش عارفه احاسبن فيكي ولا اعمل فيكي ايه. سايبه الواد يا حبه عين امه من صباح ربنا شقيان. انتوا كده بتربوا عيالكوا يعني كده؟ مش كده حرام عليكي؟ ما عندكيش قلب يا ست انتي؟ وكمان بتاكلي من الاكل اللي هو عمله كمان وتعبان فيه. منك لله يا بعيده، منك لله. كلي يا اختي كلي، كلي لغايه ما وشك بقى عامل زي الطبق. يا عيني عليك يا ابني. الله يكون في عونك والله، الله يكون في عونك.